بحفظ كلمات ولما باجي افتكرها بنسى وما بفتكرش الترجمة، وبكسل واقعد اترجم ما بوصلش لحاجة. اعمل ايه؟ هلو انا نغم زايد، وده فيديو جديد من سلسلة 30 Day English Challenge رمضان Edition اللي فيها هساعدك تتكلم انجلش في 30 يوم بس. والنهارده بجاوب على اسئلتكم. الصح مش اننا نترجم الكلمات، الصح اننا نعرف معنى الكلمات دي بالانجلش. بمعنى اني انا اي كلمة عايزة اعرفها simply احطها في جملة. يعني مثلا انا مش عارف ان كلمة tired يعني تعبان، فهقول I was tired and I couldn't go to school. اما اجي بقى افتكر الكلمة بعد كده، انا مش هفتكر الكلمة من لوحدها، يعني مش هفتكر ان tired يعني تعبان، انا هفتكر الجملة كاملة. هقول I was tired and I couldn't go to school. يبقى أنا ما روحتش المدرسة عشان كنت تعبان، يبقى tired يعني تعبان. دي مش طريقة أنا بقولها لك عشان تحفظ الكلمات، دي الطريقة اللي مخنا متسيستم بيها علشان يقدر إن هو يدخل أي input لأي لغة. فالصح مش إني أترجم الكلمة، الصح إني أي كلمة عايزة أحفظها أحطها في جملة، أحطها في سياق، وافتكر الجملة كاملة بالإنجلش، فهفتكر معنى الجملة في سياقها إيه، فهفتكره بسهولة. اعرفوا ان دايما مخنا بيحب يفتكر القصص، فاي كلمه عايز تحفظها حطها في قصه، هتفتكر القصه وهتفتكر الكلمه. ولو عندكم اي مشاكل بتواجهكم في اللغه اكتبوها لنا في الكومنتس عشان نجاوب عليها في باقي السيريز بتاعتنا. Thank you for watching and follow us for more. Bye bye.